هل بيست بوي مجرد بطل خارق مرح ولا وراه ماضي مظلم محدش لاحظه؟ في الفيديو ده هنكشف مع بعض عن 3 نظريات مرعبة وغريبة عن أكتر شخصية شكلها بريء في كرتون أبطال التايتنز انطلقوا، بس بعد ما تسمعهم ممكن تكره الشخصية دي للأبد. يلا نبدأ. النظرية الأولى، بيست بوي مش إنسان. من أول حلقة في الكرتون الكل شايف بيست بوي على إنه شاب أخضر بيتحول لأي حيوان، بس في تفصيلة الناس بتتجاهلها دايما، هو ليه لونه أخضر حتى وهو في شكله البشري؟ ولو كان مجرد إنسان عنده قوة المفروض يرجع طبيعي لما يبطل يتحول، صح؟ النظرية دي بتقول إن بيست بوي أصله مش بشري خالص، وإنه كائن تجريبي اتخلق في معمل زي بروجكت كادموس مثلا في عالم دي سي، اتعرض لتجارب تحول حمضه النووي بالكامل، وعشان كده جسمه اتحبس بين الشكل الحيواني والبشري وبقى دايما لونه أخضر وصوته غريب وتصرفاته غير متزنة، يعني ممكن يكون حرفيا وحش بيحاول يتأقلم مع البشر. النظرية التانية، بيست بوي مش بيحب التيتاينز أصلا، واضح للجميع إنه دايما بيفرح وبيهزر، بس هل فكرت في إن كل الهزار ده تغطية على مشاعر حقيقية؟ في أكتر من حلقة بيست بوي بيحاول يثبت نفسه، لكن التيتاينز دايما بيتريقوا عليه وبيتم التعامل معاه ككوميدي الفريق، ده ممكن يفسر ليه دايما عايز يكون في مركز الاهتمام. بس النظرية دي بتقول إنه بيخفي كرهه العميق للفريق وخصوصا روبن، لأنه دايما بيأمره وما بياخدوش على محمل الجد، وده واضح في الحلقة اللي بيتحول فيها الوحوش وبيبدأ يهاجمهم كلهم، وكان سهل جدا يموتهم بس كأنه بيجربهم هل هو فعلا طيب ولا مستني اللحظة اللي ينتقم فيها من الكل. النظرية الثالثة، بيست بوي مات من زمان. دي النظرية الأغرب لكنها مرعبة بزيادة. في حلقة غريبة جدا بيست بوي بيتكلم عن إنه دايما بيحلم بنفسه في أماكن غريبة، وبعض الحلقات بتلمح إنه شايف حاجات باقي التيتاينز مش شايفينها، زي الحلقة اللي بيشوف فيها نفسه في المستقبل كئيب ومظلم. النظرية دي بتقول إن بيست بوي مات من زمان وإنه موجود في عالم التيتاينز كروح عالقة، روحه بتتنقل بين الحيوانات، وعشان كده لما يتحول ما بيرجعش طبيعي، وفي كل مرة يستخدم قوته روحه بتتجزأ أكتر وبيفقد جزء من نفسه الحقيقية، وده يفسر ليه أوقات بيبان عليه التوتر والانهيار كأن في حاجة جوه عايزة تطلع. بيست بوي الشخصية اللي كنا بنضحك على تصرفاتها ممكن تكون أعمق وأظلم وأغرب مما كنا فاكرين. هل هو وحش ولا ضحية ولا مجرد شبح بيحاول يفتكر هو كان مين؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتات، وإيه أكتر نظرية خلتكم تقولوا معقولة؟ ومتنسوش ورا كل كرتون في سر.